في بقى بلور، وفي بلور جاليري، وفي اذر، وفي شاربن، وفي ريندر، وفي 3 دي، في كل الحاجات دي. هدي ما ينفعش اوريك دلوقتي منها حاجه، ان دي يعني انت لو جيت اوريك كام بلور، بص يعني في 900 حاجه في كام بلور، فمش هينفع نشوفهم دلوقتي. انا مجرد بس بعرفك عن برنامج جيم ليه سريعا. الفيو هنا بتوريك الرولرز، المسطره اللي هي باينه هنا، كانت باينه في الحفله، دوست كنترول ار ترجع تاني اهي. دي إيه لازمتها؟ لو انا عايز احط جايد لاين من نفسي، بدوس كنترول واسحب واحده منهم واقف على المسطره ذات نفسها، سواء يمين يعني سواء من الجنب او من فوق، وبنزل كده. بص حطيتها على اول واحده اهي، اما مثلا واحده كمان تحت كده غلط، ما ينفعش اعملها كده. اعملها تاني، بسحب مش من هنا، بص مش من هنا، من هنا. هدي كده، بقى عندي تو جايد لاين. عايز اخفيهم كنترول اتش، عايز ارجعهم تاني كنترول اتش. دي ايه فايدتها؟ عشان بتبقى وانت بتعمل حاجه يكون في سيمتري في الحوار. انت مثلا تحط اتنين لوجو جنب بعض فيكونوا على نفس الحزه. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا ممكن نجرب اوريك اتعمل ازاي. ممكن انا هعمل دلوقتي دوبليكيت، ما تركزي معايا في اللي بعمله ده خالص، انا هعلمك كل ده واحده واحده، انا بس بجرب لك. امسح ده كده، وانا ده، امسح دي كده، واخد ده شغل ده، ودي ماشي. وبعدين عندي لوجوين اهم، عايز احطهم جنب بعض. انا شلت كنترول اتش دي، ما عنديش اي جايد لاين احطهم جنب بعض بقى ازاي يعني؟ اكيد مهما كنت بتعرف تظبطها بعينك مش هتعرف تظبطها صح. مهمه الجايد لاين بقى، تروح انت مشغل الكنترول اتش، تمسك دي كده، تحطها كده، هتقعد تتحرك لحد ما يجيلك الثلاث شرط اللي جولي دول اهم. دي كده بيقول لك ان هو نفس المقاس اللي في النص، ونفس الطول، ونفس الارتفاع، نفس كل حاجه. طيب أم... البلجن دي لو انت عندك اضافات، بس انا مش بستخدم اضافات. الويندو دي بتظهر لك اي قائمه انت قفلتها. عندي كلمه بروبرتيز دي، عايز اقفلها، عملها كلوز، اتقفلت. طيب ارجعها تاني ازاي؟ من ويندو، ادور عليها، دوست عليها، رجعت زي ما هي. قفلت قائمه اللايرز مثلا، اتقفل منين؟ كلوز، قفلتها، عايز ارجعها، دي اهم قائمه عندك اساسا. دوس على الويندو، دور على لاير، رجعت. بس مش حابب اطول عليك، ولا حابب نتعمق في حاجات اكتر من كده. اخيرا اللي حابب اقوله لك، ان البرنامج انت ممكن تكون دلوقتي شايفه معقد وشايفه صعب، وحاسس ان الموضوع اللي هو لا يا عم خلاص مش حابب الموضوع، مش هكمل وبتاع. زي ما قلت لك وهفضل اقول لك دايما، لازم يكون عندك شغف للمجال ده، انه مش سهل ومش صعب. واللي بيحدد الموضوع ده هو انت. زي ما اتكلمنا في فيديو الذكاء الاصطناعي، ان اللي بيحدد اللي هياخد الذكاء الاصطناعي ياخد مكانه ولا لا هو انت. فبرضه انت اللي بتحدد هل هتتعلم بسهوله ولا لا. آم، مش عايزك تصعب الموضوع على نفسك، الموضوع بسيط، انا مجرد بس وريتك فكره كده مش اكتر، اللي هو البرنامج ايه بقى دنيته، وايه بقى الحاجات اللي فوق واللي تحت وكده. مش دي كل حاجه، ولا دي حاجه بسيطه. ده مجرد بس انت تكون فهمت انا عملت ايه، دي برضو تكون حاجه كويسه بالنسبه لك. لو احتجت اي سؤال عندك في الديسكربشن تحت في كل طرق التواصل معايا، تقدر تبعت لي عليهم، هرد عليك في اقرب وقت. وبس، ده اللي انا حبيت اوصله لك النهارده، ان الموضوع بسيط. مجرد يدك بس مجرد فكره مبدئيه عن الدنيا ماشيه ازاي. والفيديوهات اللي جايه هنبدا نتعلم واحده واحده، نبدا نمسك طول من التولز الموجودين هنا دول، ونتعلمهم حاجه حاجه. جامد التكست، جامد الجريدينت، ازاي اعمل جريدينت، اعمله بال 90 درجه، ولا اعمله بميل، ولا اعمل لونين مع بعض. الحاجات دي كلها هنتعلمها سوا. فشكرا انك اتفرجت على الفيديو لحد هنا. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان نوصل 100 سبسكرايبر في اقرب وقت. وما تنساش دايما ان البساطه دائما تفوز.